ازيك يا برو؟ ازيك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد في فيديوهات التايبوجرافي. دلوقتي هنكمل بعض القواعد، هندي قاعدتين مهمين جدا. اول حاجة ان انت ما ينفعش تعمل حروف متشابهة او تروح لاشكال تحس انها متشابهة فتكرر الحرف، فانت لما تشوفه قدامك ما تعرفش الحرف ده عامل ازاي. يعني مثلا اللام، ممكن اعمل اللام كده جميل، فانا ممكن اعمل لام بالمنظر ده. لا، لان الراء بنفس المنظر. فايه الفرق بين كده الر واللام؟ متعرفش الفرق. وبرضو ما بين مثلا الكاف. اه، مين؟ ايه الفرق ما بينهم مثلا؟ هي دي عكس دي، لكن لما تشوفها انت ممكن الشخص وهو بيقرأ معرفش الفرق. والهمزة مثلا والكاف اللي عليها همزة، الكاف اللي عليها المنظر ده كده. يعني مثلا ان انا اعمل هي الهمزة بالمنظر ده. جميل. حلو، دي كده كاف. ممكن تكون همزة، فان انا اعمل لازم اقدر ان انا ما اعملش شكل يحس ان هو متشابه. يعني دي كده ممكن تبقى همزة بالمنظر ده كده، اللي هي مثلا في مثلا همزة او حاجة زي كده احط قبلها حرف، او دي ممكن تبقى الف وهكذا. وممكن تبقى حرف الكاف اللي هو بيبقى اخر الجملة. دي من الحروف المتشابهة، ان انت ما تعملش حروف تحس ان انت مش عارف تقراها تبقى عاملة ازاي. بعد كده ان انت ما تروحش في اشكال للحروف ضعيفة وفي الاشكال المعروفة. يعني مثلا ان انا عشان ما بوظ يعني استخدم اشكال اللي زي مثلا انا هروح لحاجة زي كده مثلا. مثلا هل مثلا الر كده غلط؟ اقول لك لا مش غلط. هل كده الب غلط؟ اقول لك برضو مش غلط. طب جميل، بس ايه اللي حصل؟ تصميم غلط بايظ، وفيه قواعد كتير من غير المساحات وغير كده مش مظبوط. فبالتالي انا لازم اظبط الحوار ده. يعني مثلا اعمل كده الراء بالمنظر ده كده، واحط النقطة بتاعت الب. اعمل مثلا كده اهو، نفس الحوار. جميل. طب مثلا عشان المحور المساحة دي انا ممكن اعمل اقوم عامل كده. حلو. فانا كده بدأت ان انا اظبط الكلام واظبط الحروف. يعني تقولي طب المساحة دي فاضية. المساحة دي انت ممكن تظبطها آه، بكلمة تانية، او مثلا ممكن الر دي تكبر وتجيب لهنا حاجة زي كده. بس ان انت ممكن تظبط. اهم حاجة ان انت ما تروحش الاشكال تنفع بس ضعيفة تبوظ لك التصميم وتبين لك غلطات، غلط تبين لك الغلطات والقواعد تتكسر وما تبقاش كويسة، غير لما انت تمشي على الاشكال المعروفة اللي بتمشي القواعد زي ما هي بالشكل الصحيح. وانت في التصميم اهم حاجة ان انت تحط اشكال تخدم القواعد والتصميم، لان الحرف عشان عارف ان اكيد الشكل الواحد عمره ما هيتناسب مع كل التصاميم، فبيبدأ عشان يجمع لك الحروف مع بعض ويظبط لك الكتلة بتاعتها. بدأ ان يبقى فيه اشكال للحروف مختلفة. وبكده يا برو يبقى خلصنا الفيديو. وكده عايزك تتابعني واوعى تنساني، وتابع لفيديوهات تانية جديدة. وسلام يا برو.